تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة رشا للطبخ البسيط، القناة ديالكم. طبعا البنات اللي باقي عمرهم ما شافوا القناة ديالي اول مرة كيشوفوها، كنطلب منكم تضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الاشعار بالفيديوهات القادمة ان شاء الله. طبعا كتشوفوا قدامكم كاين برتقال، وهذا هو وقت البرتقال، فما تخليوش هاد الوقيته دوز قبل ما تشوفوا هاد الفيديو. بقاو معايا نكملوا الوصفه ديالنا لليوم. هادو هما المقادير ديالنا لوصفه اليوم. طبعا عندي 2 بيضات، عندي نص كاس ديال سكر سنيده، نص كاس زيت، نص كاس عصير ليمون، وكاس ونص ديال الدقيق، وبشر ليمون او برتقال. طبعا البرتقال هذا ماشي ليمون، حنا المغاربه كنقول ليه الليمون. وخميره ونص، يعني بمعدل تقريبا 10 غرام ديال بيكين باودر. 2 بيضات راني قلتها. هاد المقادير اللي هنايا هادو ديال الطبقه الفوقانيه ديال الكيك او الجيلي. عندي نص لتر من عصير البرتقال، عندي كيس فلون بالفاني، وعندي هنايا 2 المعالق ديال سنيده و3 المعالق ديال مايزينا او نشا. هادو هما المقادير، نتمنى نكونوا واضحين. بقاو معنا في الطريقه. غادي نجيب بول، سمحوا لي ضرني صبعي ضربته. غادي ندير باش نجيب ليكو ندير سكر وزيت، وغادي نجيب طراب نطربهم. غادي نطرب البيض مع السكر سنيده ومع الزيت، ثم غادي نضيف العصير ديال البرتقال، ثم الدقيق غنضيفوه بالتدريج طبعا. فغادي ندير نص الكاس الاول، من بعد غادي ندير الخمارات. غندير خماره ونص تقريبا 10 غرام. انا النص اللي كان عندي ديال الخماره فيه اكثر من نص، داكشي علاش درتو كامل. والخماره جديده هي اللي درت منها شويه، وكنبقى نطرب وكنزيد في الدقيق حتى يسالي ليا نصف الكاس والكاس ديالي. ثم كنزيدو قشور البرتقال في الاخير. ملي كملت التخلاط ديال الكيك، فانا كنجيب مول ديال السيليكون كندهنو مزيان بالزبده. واخا يمكن لي انني ما ندهنوش، ولكن انا كندهنو احتياطا فقط. هاد الكيك كيدار في اي مول بغيتو ديروه، ماشي ضروري يكون ديال السيليكون. دابا انا نحط الخليط في المول، والفران راه ديجا سخون. غندخل الكيك ونقص عليها ونخليها طيب ونتلاقاو. هيا خرجت الكيكه ديالنا كما كتشوفوها محمره. غنديمو ليها ونتلاقاو. هي الوريده ديالنا نخليها تبرد، وغادي ندوز نصايب الجيلي ديالي. من بعد ما خلينا الكيكه ديالتنا كتبرد جانبا، فانا كنجيب نص لتر ديال عصير البرتقال، غنديروه في كاسرول ونخليه يدفى. ثم كنضيف ليه 3 المعالق ديال السنيده و3 المعالق ديال النشا، ثم ظرف ديال فلون ديال درهم بنكهه الفاني. انا هنا نسيت ودرت غير 2 المعالق ديال النشا، ولكن هما راه 3 ماشي 2. انا نسيت من بعد مني وجاتني شويه جاريه، فانا زدت ليه معلقه واحده اخرى باش عطاني القوام اللي انايا باغا. فانا غير نسيت مع الزربه. ثم كنضيف الظرف ديال الفلون ديالي. فوق
النار كنبقى نحرك مزيان، ما نزقاش من التحراك حتى نوصل للقوام اللي بغيت، القوام اللي غيكون بحال لا كريم باتيسير اولا البيشاميل. كما كتشوفوا فملي كيبدا يعقد معنا بحال هكا يولي بحال لا كريم باتيسير، فانا كنطفي عليه ونخليه يبرد شويه، ماشي يبرد كاع كاريمون ولكن يبقى شويه دافي. المول غادي نجيب معلقه صغيره ديال الزيت ندهن بها المول ديالي مزيان. هادشي ماشي غير في المول ديال السيليكون، يمكن لكم ديروه حتى في المول ديال الحديد العادي اللي عندكم في الدار، اولا ديال الانوكس اولا ديال الالومنيوم، كل واحد واشنو عنده المول ديالو ديال الكيك اللي كتستقليه. ومن بعد ما برد ليا الجيلي ديالنا اولا الفلون ديالنا، نفيت لا كريم ديالي. هو ما خاصوش في الصراحه يكون بارد، خاصو يكون دافي، فانا غادي نحطو هنا. وغنجيب الكيك من بعد ما برد ليا، غادي نشوف فين كاينين الزواقات باش تجي زواقه وحده فقط. وكندخلو المجمد شي دقيقات بما جمد ليا الجيلي اولا الكولي ديالنا اولا المهم سميوها كيف ما بغيتو. ها هي الكيكه من بعد ما بردات. صراحه ما درتهاش انا بزاف باش تبرد، ولكن هي كيبغي ليها تبرد يعني بزاف. انا كانوا جايين عندي الناس ما كانش عندي الوقت. مهم انا غنحيدها من المول ديالها. ها هي كيفاش كتجي رائعه والمذاق اروع، طبعا اروع من الشكل. نتمنى تجربوها ما غاديش تندموا، فالمذاق ديالها مذاق البرتقال لا يعلى عليه طبعا. ها هي الكيكه ديالتنا فكتجي خفيفه ورائعه كيف ما كتشوفوا. فهذاك الجيلي راه ما خليتوش حتى جمد بزاف لانني كنت مزروبه، كان عندي الضياف. نتوما يمكن لكم تخليوه كيجي خفيف وزوين. جربوه فغادي يعجبكم، وما تنساوناش من الاشتراك في القناه وعمل جيم للفيديو، وبسلامه عليكم.